مساء الخير على متابعين حلقة جديدة من برنامجكم مجال للكلام. النهارده هنتكلم عن الفنان اللي اتلقب بفنان المواقف الصعبة. عايزين تعرفوا هو مين؟ هقول لكم بعد الفاصل. مرحبا يا ابوي، اتفضل اتفضل. مالك يا ابوي؟ عاوزك بكرة الصبح العصر في الجزيرة. خير يا ابوي؟ خير، موضوع مهم مش عاوز حد غيرك يعرفه. تحت امرك، بس ايش معنى الجزيرة يعني؟ هتعرف هناك، هتعرف. النهارده هنتكلم عن الفنان نور الشريف. اتولد 28 ابريل 1946 في حي السيدة زينب بالقاهرة. اسمه الحقيقي محمد جابر عبد الله. من صغره كان بيحب كرة القدم جدا، لا كمان التحق بناشئين نادي الزمالك، لكن كان ربنا محقق له حياته في طريق تاني خالص. والده لما توفى وهو صغير كان من صغره بيحب الفن والتمثيل، فبدأ رحلة كفاحه لما دخل معهد الفنون المسرحية وتخرج بتقدير امتياز. بدأ مشواره الفني لما أول ظهور ليه في مسلسل القاهرة والناس، لكن كانت نقطة التحول بجد لما شارك في فيلم قصر الشوق اللي خد جوائز كتير قوي عليه، وكمان الناس كتير اتكلمت عليه بعد الفيلم دوت. الفنان نور الشريف بيختار أعماله بعناية جدا، وما بيترددش إن هو يعمل شخصيات جديدة ومختلفة حتى لو صعبة، واشتغل مع مخرجين كبار جدا زي يوسف شاهين وعاطف الطيب وعبد داوود السيد. ومن اشهر افلامه فيلم العار وحدوته مصريه وسواق الاتوبيس، وكلنا مش هننسى مسلسل لن اعيش في جلباب ابي، لغايه النهارده الناس بتناديه بالحاج عبد الغفور البرعي. الفنان نور الشريف كان مثقف جدا، بالنسبه له الفن ان هو بيقدم رساله، مهما كان الدور بسيط لازم يحسس المشاهد ان هو بيقدم الشخصيه نفسها. من انجازاته ان هو قدم اكتر من 170 فيلم سينمائي، وشارك في مسلسلات دراميه غير في الدراما، وشارك في اكتشاف الكثير من المواهب الجديده، واسس شركه انتاج بتقدم افلام ومسلسلات بتقدم فيها قضايا تخص الناس وتوعيهم. الفنان نور الشريف كان شايل هم الفن على كتفه عشان باعتباره ان الفن رساله. الجوائز التي حصل عليها الفنان نور الشريف: حصل على تكريم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حصل على تكريم من مهرجان دمشق السينمائي، حصل على درع من مهرجان الإسكندرية، حصل على تكريم من مسرح العربي، حصل على تكريم من مهرجان القومي للسينما. في حياته الشخصية تزوج من الفنانة بوسي، والوسط الفني يشهد بمدى حبهم، قصه الحب اللي مش هتيجي منها تاني في الوسط الفني. حتى بعد ما بعدوا عن بعض وافترقوا رجعت له تاني وفضلت معاه لغايه اخر نفس في عمره. فارق الحياه رحل عن عالمنا وليس عن الذاكره 11 اغسطس 2015 بعد صراع مع المرض، لكن تاركا لنا بصمه كبيره في عالم الفن، ولغايه النهارده لسه عايش في قلوبنا. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقه جديده ومجال جديد للكلام مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.